بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المؤلف حفظه الله تعالى: مسألة: هل يمسح وجهه بيديه بعد دعاء القنوت؟ قال: الصحيح أنه لا يسن مسح الوجه بعد الانتهاء من الدعاء لعدم الدليل على ذلك. إذن هذا هو الصحيح، أنه لا يشرع مسح اليدين بعد الدعاء، أن تدعو الله عز وجل أو يدعو الإمام وأنت تؤمن، ثم بعد ذلك تضع يديك ترجعها على ما كانت، لا تمسح وجهك، هذا ما يشرع. أو يدعو ثم يمسح وجهه، هذا ما يشرع وما يسن، لعدم ثبوت الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما قول عمر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. لم يحطهما أي لم يتركهما، يرسلهما حتى يمسح بهما وجهه. ويعني من يمسح وجهه يستدل بهذا الحديث الذي رواه عمر، أو أثر الذي رواه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فهو حديث ضعيف، لأن مداره أي أنه يرجع في الرواية على حماد بن عيسى الجهني، وهو ضعيف لا يحتج به. وقد ضعف الحديث العراقي والنووي وابن الجوزي، وقال يحيى بن معين وأبو زرعة: حديث منكر. زاد أبو زرعة: أخاف ألا يكون له أصل، أي لا يكون له أصل أبدا، لأنه موضوع. قال: رحم الله الجميع. قال: وله شاهد من حديث يزيد بن السائب رواه أبو داود وأحمد، لكنه ضعيف، لأن مداره أي يرجع في روايته على ابن لهيعة وهو ضعيف، ابن لهيعة وهو ضعيف، على ابن لهيعة وهو ضعيف. قال: فالسنة ترك المسح على الوجه بعد الدعاء، لأنه لم يثبت فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصح عن الصحابة رضي الله عنهم، لا في قنوت الوتر ولا في غيره، لا داخل الصلاة ولا خارجها. سئل الإمام مالك رحمه الله عن الرجل يمسح بكفيه وجهه عند الدعاء، فأنكر ذلك وقال: ما علمت، أي ما علمت أنه ثبت عن النبي أو عن الصحابة. قال: وقال المروزي رحمه الله: وأما أحمد بن حنبل فحدثني أبو داود قال: سمعت أحمد وسئل عن الرجل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ من الوتر، فقال: لم أسمع فيه بشيء، ورأيت أحمد لا يفعله. وقال البيهقي رحمه الله: فأما مسح الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظ عن أحد من السلف في دعاء القنوت، وإن كان يروى عن بعض خارجها، أي خارج القنوت. قال: وقد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه ضعف، وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة، وأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولا أثر ثابت ولا قياس، فالأولى ألا يفعله ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة. فهذا قول الأئمة رحمهم الله ورضي الله عنهم، وهذا فعل السلف، أنهم كانوا يرفعون أيديهم. نعم، ثبت رفع اليدين عند الدعاء ولم يثبت المسح، فلذلك لا يمسحون بهما أي باليدين وجوههم، بل يتركونها بعد الدعاء ويرسلونها كما كانت.
وهذا هو الصحيح، وهذه هي السنة. وأما خلاف السنة فمسح الوجه، خلاف السنة مسح الوجه بعد الدعاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، قال: وأما مسح وجهه بيديه فليس فيه إلا حديث، وأما مسح وجهه بيديه فليس فيه إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهما الحجة، أي أنهما لا يصحان، ضعيفان. قال: الدعاء في ثلث الليل الآخر. قال: من السنن التي تتأكد آخر الليل الدعاء، فإن دعا في قنوته آخر الليل كفاه ذلك، وإن لم يدع فالسنة أن يدعو في هذا الوقت، لأنه وقت تتأكد فيه إجابة الدعاء، ففيه نزول لله جل وعلا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أي وهذا كما تقدم معنا مرارا وتكرارا أنه وقت لإجابة الدعاء، ثلث الليل الآخر. يقول المؤلف: من دعا في قنوت، يعني من دعا في الوتر، أي قنت في الوتر، كفاه ذلك، ومن لم يدعو فإنه يدعو ولو خارج الصلاة في هذا الوقت، فهذا وقت النزول الإلهي إلى السماء الدنيا. ويقول هذا الذي تقدم معنا: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال: يسن إذا سلم من وتره أن يقول: سبحان الملك القدوس 3 يرفع صوته بالثالثة. ويدل عليه حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس 3 مرات. وفي حديث عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه: ويرفع بسبحان الملك القدوس صوته بالثالثة، أي في الأولى والثانية لا يرفع صوته، في الثالثة يرفع صوته: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يرفع صوته. هذا من السنة، هذا من الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويسن أن يوقظ أهله لقيام الليل، فالرجل يسن له أن يوقظ أهله لصلاة الليل، وكذا المرأة إذا قامت فإنه يسن لها أن توقظ زوجها وسائر أهلها، وهذا من باب التعاون على الخير. أي من السنة إذا قام الرجل أن يوقظ أهله، أي زوجته ومن هم تحت يده كأبنائه وبناته، هذا من السنة إذا كانوا يعني قد يميزون ويصلون. وكذلك المرأة إذا قامت أن توقظ زوجها وسائر أهلها، يعني أبنائها وبناتها. وكذلك إذا كانوا في بيت مع، يعني المرأة إذا كانت أو الرجل أولا إذا كان في بيت مع إخوانه وأبيه وأمه، السنة أن يوقظهم إذا يعني في صلاة الليل، أنه يوقظهم بالتي هي أحسن. وكذلك المرأة. قال: ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت، أي حتى يوقظهم للوتر في وقت النزول، يصلوا الوتر فقط. هذه عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا أمامه نائمة بينه وبين القبلة، مثلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا يصلي وعائشة نائمة هنا، ويعني القبلة هكذا الأمام،
وهي نائمة بين يديه، يصلي وهي نائمة بين يديه لصغر بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد أن يوتر وسلم يقوم الليل، كان يقوم أكثر الليل، لأن الله أمره قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يعني أكثر الليل أو نصف الليل. فإذا أراد أن يوتر أيقظ عائشة زوجته، أيقظ عائشة إذا كان عندها، إذا كان عند غيرها أيقظ غيرها، فهم؟ فهذا السنة الذي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا أن السنة أنه ينبغي أن تطبق ولو لمرة واحدة، ولو لمرة واحدة. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، ماذا أنزل من الخزائن، ماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجر يريد أزواجه حتى يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فزع وهو يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل الله من الفتن. إذا أنزل الله من الخزائن أي من الأرزاق، ماذا أنزل الله من الفتن أي من يعني التي هي من الشرور. فيسأل العبد ربه من خزائنه ويعوذ بالله من شره ومن الفتن. من يوقظ صواحب الحجر أي الحجرات، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم حجر كانت يعني كل امرأة لها غرفة، حجرة صغيرة، حجرة صغيرة، حتى جاء في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت عائشة تمد رجليها، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا أراد أن يسجد يعني قرصها، مسك رجلها هكذا لأجل أن تخرج رجلها ويسجد عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، ده هو الصحيح، أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. قال: وفي العشر الأواخر من رمضان يزداد هذا الشأن. فعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. في العشر الأواخر من رمضان التي نحن ستأتي علينا، وأول ليلة في الغد، أول ليلة في الغد ليلة الجمعة، يعني اليوم آخر يوم سنصلي صلاة التراويح، الليلة آخر ليلة نصلي صلاة التراويح، وفي الغد نبدأ يعني نصلي في آخر الليل. والوقت يعني إن لم يكن قد نبه يعني تأخر، يعني في الساعة الثانية، في الساعة الثانية يقام في الساعة الثانية لأجل أن يعني نبقى إلى قريب السحر أفضل، أن إذا أكملنا قبل السحر بفترة لربما جاء النعاس ونمنا وذهب عنا السحور. فإن شاء الله الساعة الثانية أقوم في الساعة الثانية، ويعني لا يستكثر العبد هذا الوقت، يقوم من الساعة الثانية ونحن قائمون إلى مثلا يعني لربما أكثر، يعني قريب ساعتين، ليس هذا يعني كلها صلاة، نصلي ركعتين نرتاح 5 دقائق، ثم نصلي ركعتين ونرتاح بين الأربع لربما ربع ساعة أو 10 دقائق، وهكذا يعني شيء قليل. هي 10 ليال علنا ندرك ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. العبد منا لا يتكاسل في هذه الأيام، ينبغي أن نجد وأن نجتهد فيها، خاصة في هذه الليالي، أن نجعل أكثر الليل ونحن قائمون. نحن قائمون، ليس الشرط أننا قائمون أننا نصلي، لا، تقرأ القرآن، تستغفر الله، تكبر الله، ذكر الله عز وجل، والصلاة من هذا الوقت.
يعني ينام العبد لأجل أن يتقوى لا بأس أن ينام يعني ساعتين لأجل أن يتقوى، أو يعني مثلا 3 ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12، هذا أفضل وقت للنوم، ثم بعد ذلك يقوم، أو من الساعة 10 إلى الساعة يعني 1. 3 ساعات بالكثير، أرى أنها كثير النوم في ليالي العشر. وإذا استطاع العبد أن يجعل ليالي الوتر يعني لا ينام فيها، ينام فقط لأجل أن يتقوى ساعة أو نصف ساعة فقط، وإلا الليل كله ولا بأس. في النهار ما عنده عمل في النهار، ينام في النهار، ينام في النهار، أن الليل فيها ليلة القدر، فيها ليلة القدر. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.